تفاعلت جماهير منتخب البرتغال مع الخروج من بطولة كأس العالم على يد منتخب المغرب، حيث تلاقى المنتخبان في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، وفاز منتخب المغرب بهدف دون رد لتخرج البرتغال من البطولة. وكتب أحد مشجعي البرتغال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: هل يمكن لفرناندو سانتوس أن يبتعد أم لا؟ فنحن نهدر أفضل جيل من اللاعبين لدينا على الإطلاق، فمع هذا المدرب نحن غير قادرين على فعل أي شيء. فلقد خرجنا أمام أوروغواي في كأس العالم 2018 وأمام بلجيكا في بطولة أوروبا والآن المغرب، ففي كل المسابقات تحدث نفس القصة. فرناندو سانتوس ابتعد. وأضاف مشجع ثان: يا له من عار، فهم يعتقدون أنهم سوف يحلون محل رونالدو في يوم من الأيام. أسمع بعض الناس يتحدثون عن كونهم فريقا أفضل بدون رونالدو، وعندما شاهدت المباراة لم أرى شيئا عندما لم يكن في الفريق. فانظر الآن، لأنهم أرادوا إثبات خطأ رونالدو أنهم في طريقهم إلى المنزل. وأبدى أحد المشجعين غضبه من تواجد رونالدو على دكة البدلاء قائلا: أن تترك رونالدو كبديل؟ من الواضح أنك تريد أن تخسر ولا تريد أن تفوز، فلا شيء سوف يحدث لك، وأتمنى ألا تشارك في كأس العالم مرة أخرى. ونشر أحد المشجعين صورة رونالدو وهو يبكي بعد توديع البطولة وكتب: على الرغم من أنه من الصحيح أنها ستكون آخر مشاركة لك مع فريقك في كأس العالم، إلا أنك ستذكر دائما من قبل جميع زملائك في الفريق والمنافسين. رجل السجلات فأنت بالفعل أسطور. وشن أحد المشجعين هجوما عنيفا حيث كتب: فرناندو سانتوس مسح، فترك كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء جنون، فهؤلاء الشباب ليسوا مستعدين لمثل هذا القرار، لكن رونالدو مستعد دائما. وأضاف مشجع قائلا: هذا هو خطأك يا سانتوس بعدم البدء برونالدو. أنتم أيها الناس كنتم على ثقة زائدة في المباراة الأخيرة بالفوز بدون رونالدو في التشكيل الأساسي، وأن برونو فرنانديز لم يعطي الكرة لرونالدو. لقد انتظروا حتى آخر 3 دقائق لتجربة التمريرات الطويل.